اتجهنا إلى أقصى الجنوب غدامس، واختبأنا في مغارة بالصحراء لمدة أسبوع، لكنهم ترصدوا حركاتنا عبر الأقمار الصناعية وتم كشف أمرنا. صلى والدي ركعتين في الخلاء على الرمال، ثم نادانا أن نجتمع عنده. سألنا عن اقتراحاتنا للخروج من هذا المأزق. قلنا لوالدي أنه صاحب القرار وأن يختار أين نذهب وسنوافق بلا تردد. تنهد عدة مرات ثم قال: اذهبوا إلى الجزائر، اذهبوا إلى الجزائر. ما رأيت منهم سوءا ل50 عاما. في الجزائر ستعيشون أحرارا. الجزائر لن تسلمكم للناتو، والناتو لن يتجرأ على الدخول إلى الجزائر، أنا متأكد من هذا. قاطعه أخي خميس: يا والدي، أنت تتكلم عنا، وأنت ألن ترافقنا؟ فأجابه: أنا رفيق شيغيفارا، أنا رفيق تيتو، أنا الذي عاصرت كل الأبطال والأحرار والثوار. لا يعقل أن أستسلم أو أهرب أو أموت في أرض غير أرض الفاتح العظيم، أرض عمر المختار. أنا معمر القذافي، أنا ابن القذاذفة، أنا جندي ثوري، أنا حامل كتاب الله في قلبي. يا أبنائي، سيروا على بركة الله، وإذا صادفكم خبر وفاة يوما فلا تهنوا ولا تحزنوا، أبوكم شهيد شهيد.